السلام عليكم واهلا بيكم. النهارده حلقتنا مختلفة جدا عن موضوع بيهم كل المواطنين وبيمس احتياجاتهم، خاصة ان في اعتقاد سائد عن المصريين مش بيتغير لا مع مرور الوقت ولا الزمان، وكتير اعتبروا الصندوق السحري والآمن للأموال. الكل بيشوفوا الاستثمار الآمن واللي بيحميه من تقلبات العملة المحلية قصاد العملات الأجنبية. باختصار المصريين ما زالوا بيشوفوا العقارات هي الحماية والاستثمار الآمن، وبتأكد انك شايل فلوسك وانت مطمن في حاجة هتزيد قيمتها مع مرور الوقت. ولان العقارات مفهوم الامان بالنسبة للمصريين، هنلاقي دلوقتي اهتمام كبير بالقطاع العقاري وازاي ممكن نطوره وننميه ونبتكر الاليات اللي تقدر تعزز من مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد وتزود كمان الطلب عليه. الفترة اللي فاتت كان في اجتماعات ومناقشات مستمرة حوالين الاستثمار العقاري، سواء مع المستثمرين او المطورين، وكمان مع المسؤولين علشان يفكروا ويناقشوا ازاي يطوروا القطاع العقاري في مصر. كل التفاصيل قدرنا ان احنا نجيبها. جايين النهاردة كمان عشان نقول كل الكواليس ونحكي فيها، ونقول كل المستخبي عن الصناديق العقارية واهميتها، وازاي بتتأثر باللي بيحصل في الاسواق وتأثر فيه، وهل هيتم اعتماد اماكن محددة للاستثمار. خليك معانا للنهاية عشان نقول كل المستخبي في الحكاية مع أخوكم محمد فرج في المراية. واحنا بنبدأ كلامنا وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اقول لك ان الفترة اللي فاتت شهدت اجتماع مشترك للجنتين تطوير العقاري واسواق المال والبورصات بجمعيات رجال الاعمال. كلهم اجتمعوا مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ عشان يحطوا ايديهم على الدور المهم للبورصة في تشجيع الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وكمان التسجيل والقيد والتداول بالبورصة العقارية وتأثيره على الاستثمار العقاري في مصر، ودور مجتمع الأعمال في تشجيع المستثمرين على القيد بالبورصة المصرية. الاجتماع شهد في الكواليس مطالب عدد كبير من المستثمرين العقاريين اللي هتساهم وتشجع في تطوير السوق العقاري، وهتزود كمان الطلب عليه في الفترة اللي جاية. المباحثات دي بقالها فترة طويلة بيحاول من خلالها المسؤولين والمستثمرين يوصلوا لآلية جديدة تنشط سوق العقارات، لحد ما رسيوا على مطلب مهم جدا عشان يسمح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية. التجربة دي كانت ناجحة جدا في السعودية كوسيلة للتمويل عالية جدا، وطبيعي مع أحداث السوق المتذبذبة والأحداث المحلية والعالمية، وإن بعض الخبراء توقعوا إن السوق العقاري في السعودية ممكن يتأثر شوية، بس التجربة أثبتت نجاحها جدا هناك. تعالوا في البداية نعرف إيه الصناديق العقارية وأهميتها. الصناديق العقارية والبورصة العقارية هي وسيلة مهمة جدا بالنسبة للمصريين والأجانب، بتمكنهم من شراء وتملك الأصول العقارية. وأهميتها بتيجي يا ريس من نقطة مهمة جدا لكونها أداة فعالة في إنعاش السوق العقاري وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري. أهمية الصناديق دي بتيجي كونها خطوة مهمة في ملف تصدير العقار المصري، وليها أثرها الإيجابية على قطاع الاستثمار العقاري بالكلية. طب السؤال المهم هنا، هل الآليات الجديدة محتاجة استكمال للإطار التشريعي اللي هنشتغل من خلاله؟ الآليات الجديدة محتاجة لسه استكمال للإطار التشريعي عشان تتفعل في السوق، بس الحقيقة إنها لو تم استكمال كل الأطر التشريعية المحيطة بيها هيكون ليه مردود هايل على السوق العقاري، لأنه هيخلق سوق استثمار عقاري أكتر سهولة، وهيساهم في نمو قطاع الاستثمار العقاري المصري خاصة في المدن الجديدة. طب اشمعنى المدن الجديدة بالتحديد؟ لأن الآليات دي هتضمن حماية حقوق جميع الأطراف، وهتوفر بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بالبورصة، وده هيمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة، وهيزود ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري. طب أنا لسه برضو مش فاهم، خصوصا إن في بعبع عند المصريين اسمه البورصة، وإن هي دايما مرتبطة بمفهوم خسارة الفلوس وبيع أسهم وكده. بص يا ريس، صناديق الاستثمار العقاري ببساطة فكرتها بتقوم على تجميع الأموال من المستثمرين
وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة. كمان الصناديق دي بتتيح فرصة هايلة للمستثمرين نفسهم للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر وإريحية، وبتقلل من المخاطر المتعلقة بالاستثمار في العقارات بشكل مباشر، لأنه بيتم تحديد شروط ومعايير صارمة للاستثمار في المشاريع العقارية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتحقيق أفضل عوائد ليهم. معلش يا عم فرج، محتاج أعرف الفكرة دي اتطبقت في دول العالم ونجحت ولا إيه نظامها؟ الصناديق دي أحد الأدوات المالية الحديثة اللي حققت العديد من النجاحات في العديد من دول العالم، والفكرة في مصر هدفها زيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير فرص للمستثمرين للاستثمار في العقارات بكل سهولة ويسر وتحقيق أفضل العوائد المالية. سؤال تاني مهم، إزاي الصناديق دي هتساهم في دعم عجلة الاقتصاد اللي محتاج الفترة دي محفزات كتيرة، خصوصا إن كل واحد فينا دلوقتي معاه قرشين خايف يحطهم في أي استثمار؟ الصناديق دي بتساعد الشركات المصرية اللي شغالة في مجال العقارات إن هي تستفيد في إن هي تمول مشاريعها وتوسع حجم أعمالها في القطاع العقاري، وهنا يجي دورها في إن هي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري لقدام وتحقق التنمية المستدامة في البلاد. كمان صندوق مصر السيادي هدفه في القصة دي إنه يعمل شراكات مع القطاع الخاص، لأن المنهج الاستثماري بيبدأ بالصناديق الفرعية، ومصر عندها وفرة ما شاء الله في الثروة العقارية. عشان كده في حرص كبير على عقد شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في المجال ده. طب أنا لو معايا فلوس قليلة ممكن استثمر عادي؟ صناديق الاستثمار العقاري مهمة وعامل جذب للمستثمرين عشان تقدر تستفيد من عوائد جيدة بناء على استثماراتهم، وممكن تحصل على بطاقات الاكتتاب في الصناديق بشكل سهل وميسر وبقيمة مالية منخفضة، لأن صناديق الاستثمار العقاري في مصر ليها جاذبية كبيرة للمستثمرين عشان فيها فرص استثمارية ممكن الاستفادة منها خلال الفترة اللي جاية. هل في بنوك في مصر اشتغلت في التجربة دي ونجحت؟ لأن احنا عارفين البنك مش بيدخل في أي حاجة كده وخلاص، خاصة إنه مش عايز يخسر وبيدور دايما على المكسب. بنك مصر صاحب تجربة ناجحة ومميزة في المجال ده، لأنه بيمتلك صندوق استثمار عقاري رأس ماله المستهدف حوالي 500 مليون جنيه. الصندوق الخاص بيه قدر يجمع 360 مليون جنيه من خلال الإصدار الأول منه، وقدرت شركة مصر لإدارة الأصول إن هي تحقق عوائد مرتفعة للمساهمين. طب إيه الرقابة اللي ممكن تخليني أستثمر وأنا مطمن؟ الهيئة العامة للرقابة المالية، ودي مش بتهزر، دورها الرقابي يضمن حماية حقوق المستثمرين. وفي ميزة مهمة في صندوق بنك مصر، إنه بيوفر آلية الحصول على عوائد دورية وتوزيع المخاطر على عدة عقارات، وده بيخليه خيار مثالي للراغبين في الاستثمار العقاري. يمكن دلوقتي الرؤية بقت أوضح بعد الشرح المفصل ده كله، بس عشان تطمن أكتر خليك متأكد من إن استثمار العقارات يعتبر من أكتر أنواع الاستثمارات المربحة في الأسواق المختلفة، وصندوق الاستثمار العقاري هو في الآخر أداة مستخدمة عشان تساعد المستثمرين من إنهم ياخدوا عوائد كبيرة من استثماراتهم في الصناديق دي، واللي هدفها تحقيق عوائد متنوعة. ده بالإضافة إلى إن فيها درجة عالية من السيولة اللي بتتيحها الصناديق للمستثمرين، وده بيساعد على تحقيق أفضل عائد ليهم بأقل قدر من المخاطر. طب أنا محتاج أعرف العوائد دي بتتحسب إزاي من فضلك؟ بص يا ريس، من المهم جدا ان المستثمرين يعرفوا ان عوائد استثماراتهم في صناديق الاستثمار العقاري بتعتمد على عدة عوامل، منها الموقع وطبيعة المشروع العقاري المستثمر فيه وحركة السوق العقاري. ومن خلال تحليل العوامل دي المستثمر يقدر يحقق عوائد عالية من استثماراته والاستفادة بأمان من اللي هيتوفر من خلال صناديق الاستثمار، واللي بتخضع للرقابة والإشراف من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية زي ما قلنا، عشان تضمن الحقوق المادية والمعنوية لحملة الوثائق. طب إزاي الصناديق دي بتتأثر بالسوق وإحنا في فترة صعبة ومليانة بالتذبذب وما يعلم بها إلا ربنا؟ في دور مهم جدا مش لازم نتغافل عنه. مين هم مدير الصندوق؟ لأنهم بيشكلوا أهمية كبيرة بالنسبة لإدارة الصندوق من ناحية الإقراض والتوسع
ونوعية الأصول. ومن هنا هنعرف إن أداء صندوق عن صندوق بيتأثر بالعوامل السوقية. عشان كده لازم يكون في فريق جيد يدير الصندوق. في النهاية عايز أقولك إن الفكرة اتجربت في كتير من دول عربية وعالمية ونجحت. ولا رأيك إيه يا ريس؟ أعتقد إن أنت رأيك هيمشي مع رأينا المرة دي. قول لنا في التعليقات، وبألقي نظرة على المصادر لو حابب. وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. السلام عليكم، ونشوفكم دايما على ألف ألف خير.